الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بس يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك شعره اول باول. وما تنساش كمان تشارك الفيديو ده مع اصحابك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ومن غير ما اطول عليك اكتر من كده يلا بينا. انك في 2024 تتوجه لسماعه تبقى عايزها تديك ميكروفون كويس وسماعه كويسه وككواليتي يعني وبطاريه كويسه، ده معناه فوق ال 2000 جنيه وانت طالع، وساعات كمان ممكن فوق ال 3000 والله يعني. وده طبعا بسبب الظروف الماديه الجميله اللي احنا بنمر بيها، وان الدولار تقريبا ب 50 جنيه يعني. فمن الطبيعي جدا جدا ان لما اقول لك انك مش محتاج تدفع الارقام دي خالص، وكل اللي انت محتاجه بس هو باكو واحد او 1000 جنيه وتقدر تجيب بيه سماعه توفر لك كل حاجه انت محتاجها حرفيا. شيء طبيعي انك تستغرب يعني. انا النهارده افضل ايربودز تحت ال 1000 جنيه. اولا ساوند كور بي 25 اي، السماعه دي قريبه لقلبي جدا جدا، مش بس عشان هي سماعتي الرئيسيه او السماعه الاساسيه اللي انا بستخدمها حاليا، عشان كمان السماعه دي هي كانت السبب في انها تغير وجهه نظري تماما من ناحيه السماعات اللي هي الايربودز او الترو وايرلس ايرفونز اللي هي بتبقى فاهم في علبه وكده. لان انا تجربتي اللي قبل سماعتي على طول كانت مع سماعه حرفيا يعني حرفيا السماعتين ما كانوش بيحصل لهم كونكشن مع بعض. لو كانت سماعه اتوصلت وبتجيب صوت دلوقتي السماعه الثانيه بتفصل، وكان في حوار كده، كانت السماعات بتفصل عامه بسرعه جدا جدا، تقريبا البوكس ما كانش بيشحن السماعات، مش فاهم. بس بصراحه تجربتي اللي قبل السماعه دي كانت تجربه بشعه جدا جدا بصراحه. السماعه دي انا اول ما اشتريتها وجربتها ما كنتش مصدق فعلا السهوله اللي السماعتين اتوصلوا بيها، وما كنتش مصدق السهوله اللي السماعه اتوصلت بيها بالموبايل. حرفيا في 3 دقائق كانت السماعه متوصله وكله كان تمام والسماعه كانت شغاله وفاهم ومن غير اي مشاكل حصل. هفكرك ان احنا اتكلمنا عنها في فيديو مخصوص، هتلاقيه من الاي اللي هنا او اللي هنا، او هتلاقيه في الفيديو تحت الفيديو في الديسكربشن يعني. كنا عملنا عنها فيديو مخصوص اتكلمنا فيه عن كل حاجه فيها، فتقدر تتفرج على الفيديو ده لو انت برضه مهتم تعرف تفاصيل اكتر عنها يعني. طيب قبل بقى ما نخش في تقييم السماعه شخصيا، خليني اقول لك احنا هنمشي الموضوع ازاي. اول حاجه هنقيم التصميم، ثاني حاجه هنقيم جوده الصوت، ثالث حاجه هنقيم الميكروفون، اخر حاجه هنقيم البطاريه. كل الحاجات دي على سكيل من 1 ل 10. اول حاجه مثلا لو هنقيم التصميم او لو هنتكلم شويه عن التصميم، فالتصميم بتاع السماعه هنا جاي بشكل اكتر شكل بصراحه انا بحبه، اللي هو العلبه بتبقى افقيه، بتفتح بشكل افقي مش راسي زي الايربودز برو مثلا، هو العلبه الكفر بيفتح لفوق والسماعات بتبقى محطوطه لجوه كده. لا السماعه او العلبه بتفتح فاهم بشكل كده يعني. انا عاجبني عامه البوزيشن ده بتاع العلبه يعني، انا بحب الشكل ده من السماعات اكتر من السماعات اللي هي بتبقى راسيه يعني. بغض النظر عن الشكل خالص كخامات، حتى السماعه اللي هنا جايه بتصميم كامل من البلاستيك، والبلاستيك اللي هنا بصراحه بلاستيك متين جدا. السماعه دي وقعت مني 3 مرات، منهم مره على الاسفلت والحمد لله ما جرالهاش اي حاجه، والكفر ما حصلوش اي حاجه ولا حتى اتخدش يعني. ولكن هو احتياطي زي الشاطر كده، هات لك كفر عشان ما تزعلش يعني لو لا قدر الله جرى لها حاجه. السماعات نفسها جايه بتصميم برده كويس من البلاستيك، السماعات نفسها متينه، ما فيش في مره اتفكت، ما فيش اي حاجه. وانا بخلع حتى الاير تيب بتبقى فعليا بتحس انك انت هتتخلع منك في اي لحظه، ولكن لا ده ما حصلش. السماعه بتبقى متينه يعني، بتبقى جايه بخامات كويسه، ودي حاجه كويسه الى حد ما يعني. لو هنعيب بس في حاجه واحده في التصميم، فهو ان الكفر كبير شويه، وده بسبب ان العلبه تخينه شويه يعني. فكره انك انت تحطها في جيبك بس هتبقى يعني ايه مضايقاك شويه، بس مش مشكله يعني، دي ممكن نتغاضى عن المشكله دي. لو هنقيم التصميم بتاع السماعه فاحنا هنديله 7 من 10. اما بقى بالنسبه لجوده الصوت، فانت عندك السماعه اللي هنا بتيجي بصوت كويس جدا جدا، الصوت بيبقى واضح، البيس بيبقى تمام، كل حاجه انت محتاج تعرفها او كل حاجه انت محتاجها من سماعه ايربودز هتقدر ان انت تحصل عليها هنا عادي يعني. والميزه كمان في الصوت انه مش بس جاي بكواليتي عاليه، لا ده كمان جاي بصوت عالي يعني، الصوت بتاع السماعه عالي، مش هتحتاج انك توصل ل 100% كتير يعني. فلو هنقيم جوده الصوت هنديها 8 من 10. طيب بالنسبه للبطاريه، فاصلا شركه انكر هي شركه بتصنع اصلا بطاريات وادوات شحن وحاجات كده، فشيء طبيعي جدا جدا ان لما اقول لك ان السماعه اللي هنا كبطاريه او كبرفورمانس بتقعد معاك 3 4 5 ايام مستريح، دي حاجه ما تبقاش غريبه بالنسبه لك يعني. هي السماعه اللي هنا انت بتشحنها مره حرفيا وتسيبها وتنسى انك انت شحنتها اساسا حرفيا. البطاريه بتاعت السماعه اللي هنا كويسه جدا جدا، بتقعد السماعه زي ما قلت لك 3 4 5 ايام. ولما السماعه نفسها او اللي هي السماعه نفسها تفصل، ممكن تحطها في الكيس وتشحنه 3 4 مرات عادي، ما فيش اي مشكله يعني. فلو هنقيم البطاريه هنا هنديها 10 من 10. طبعا عشان الحلو ما بيكملش، فما ينفعش يبقى فيه سماعه كده ما فيهاش عيوب. فالحقيقه عيب السماعه اللي هنا متمثل في الميكروفون بتاع السماعه اللي هنا مستفز جدا جدا، وانا بصراحه مش عارف هو بيعمل كده ليه. بس لو انت ماشي في مكان فيه دوشه وبتتكلم من السماعه، بنسبه 95% الشخص اللي بيتكلم هيبقى سامع الدوشه كلها ومش سامع صوتك خالص، ودي حاجه بتخلي الشخص اللي قدامك متعصب كده او مستفز، وغالبا بيشتمك انت والسماعه والموبايل. الله وانا مالي يا لمبي. فالميكروفون اللي هنا الحقيقي عر قوي، هو المفروض ان في اصلا ميكروفونين في السماعه الواحده، بس بصراحه الميكروفونات اللي هنا البرفورمانس بتاعها عر قوي، فبصراحه مش قادر اقيم الميكروفون باعلى من 3 من 10 يعني. عايز انام، انا عايز انام،
تاني سماعه معانا هي سماعه برضو من شركه انكر، والحقيقه ان انا مش مصدق انها نازله بالسعر ده، بس ايا كان يعني. هي سماعه اسمها ساوند كور لايف بي 2 اي، والسماعه دي اصلا سعرها المفروض واصل لغايه 1500 1400. السماعه دي هي السماعه الوحيده في السماعات اللي معانا اللي فيها اي اي نويز كانسليشن، اللي هو بيقدر يكنسل النويز اللي حواليك بالذكاء الصناعي، ودي حاجه من ضمن السيلينج بوينتس بتاعت السماعه يعني. والسماعه دي انا جربتها عامه، كانت مع واحد صاحبي وصوتها كان فشيخ قوي بصراحه، ما اقدرش اقول على الصوت اي حاجه بصراحه، كواليتي الصوت هنا كانت تحفه يعني. طيب لو من ناحيه التصميم وهنتكلم من ناحيه التصميم، فالتصميم بتاع السماعه بصراحه مش عاجبني قوي يعني. تحسه فاهم واخد شكل ما تفهمش، واخد شكل غريب كده، لا منه مدور ولا منه بيضاوي، ما تفهمش ايه الشكل. فبصراحه تصميم السماعه هنا ما كانش عاجبني خالص. ده غير كمان انها مش افقيه، هي راسيه زي الايربودز برو مثلا عادي. فنقدر نقول ان السماعه هنا تاخد 6 من 10 في ناحيه التصميم. بالنسبه للخامات، فالخامات كانت كويسه، ما كانش فيها مشاكل. هي طبعا كلها جايه من البلاستيك، ولكن البلاستيك اللي فيها متين يعني، ما كانش فيها اي مشاكل في الموضوع ده. السماعه كميكروفونات هنا فهي كويسه، لانك انت بتقدر، صاحبي ده كان بيكلمني وهو سايق حرفيا على السكوتر، وكنت ببقى سامعه كويس جدا. فالميكروفونات بتاعت السماعه هنا ميكروفونات كويسه. نقدر نقيم الميكروفونات هنا 8 من 10. لو هنقيم السماعه دي ككل هنقيمها انها 9 من 10. التقييم ده بسبب ان سعرها دلوقتي مخليها فرصه كويسه جدا جدا. انا هولع في نفسي. تالت سماعه معانا وهي اورايمو فري بودز 3 لايت. ما اعرفش ايه الاسامي دي يا جدعان. وعامة دي أرخص سماعة محترمة تقدر تشتريها في 2024. بالنسبة للخامات فللأسف دي مشكلة صغنططة، إن الخامات اللي هنا مش أنضف حاجة يعني. ما تتقارنش مثلا بخامات زي أنكر أو أي شركة تانية. بصراحة الخامات اللي هنا في السماعة دي مش ألذ حاجة خالص. تحس إن السماعة جايبة بلاستيك رديء قوي، بالذات السماعات نفسها حتى جايبة بلاستيك شفاف كده، تحس إن هو فاهم يعني لو السماعة دي وقعت منك خلاص كل سنة وأنت طيب يعني. وهي عامة دي حاجة روشة إن البلاستيك يبقى شفاف بتاع السماعة وكده، ولكن هي حاجة خطيرة جدا جدا، لأن زي ما قلت لك لو السماعة دي وقعت منك ده بيزود بنسبة كبيرة فرصة إن البلاستيك ده يركب قطر 6 إلا تلت. اخلع وخد 6 إلا تلت. البوكس بتاع السماعه جاي بماتيريال انضف شويه من بتاعه السماعات يعني، ودي حاجه نقدر نقولها، ولكن برضو لسه لا تقارن خالص بكواليتي البلاستيك بتاع سماعات انكر. لو هتكلم ككواليتي تصميم فهتاخد 6 من 10. اما بالنسبه ككواليتي الصوت فبصراحه انا جربت السماعه دي وهي سماعه كويسه جدا، والصوت بتاعها كويس، ما كنتش حاسس ان انا محتاج حاجه. لكن انا كنت بقارن ما بينها وما بين الساوند كور بي 25 اي. الساوند كور بي 25 اي بتديك تجربه صوت مجسمه اكتر شويه عن السماعه دي، وده واضح طبعا بسبب ان في فرق سعر كبير ما بينهم. فالساوند كور بي 25 اي كانت الصوت فيها تحس ان انت حاسس الصوت اكتر بكتير من السماعه دي، ولكن بصراحه هي ستيل مش ازمه يعني. كواليتي الصوت هنا كويسه جدا، فككواليتي الصوت تاخد 8 من 10. طب بالنسبه للميكروفونات، الميكروفونات هنا بصراحه كانت حاجه مفاجاه كبيره بالنسبه لي، لان فعليا الميكروفونات اللي هنا كانت احسن من الميكروفونات اللي موجوده في الساوند كور بي 25 اي اللي هي تقريبا مضاعف ثمنها. الصوت كان واضح والدنيا كانت تمام، بس خليني افكرك ان هي كانت احسن بس من البي 25 اي. ده مش معناها ان هي كانت الميكروفون بتاعها على 10 على 10 يعني، لا، هو انت برضه بيبقى في نفس الحوار. لو انت في دوشه غالبا الشخص اللي بيتكلم مش بيسمعك قوي، بس الموضوع كان اقل شويه من البي 25 اي يعني الشخص اللي بيسمعك هيقدر يجمع كام كلمه كده فاهم. لكن لو انت من ساوند كور بي 25 اي الدنيا بتبقى بايظه خالص يعني. لو هنقيم المايك هنا هنقيمه ب7 من 10. طيب تقييم السماعه ككل 8 من 10، والسبب في كده سعرها اللي بيوصل لغايه 600 جنيه مصري. سماعه بالكواليتي دي وسماعه بالنظافه دي وبسعر 600 جنيه هي حاجه كويسه، او هي فرصه كويسه لو انت عايز تجيب سماعه. وانا كمحمد شايف عامه ان الاختيار ده واحد من افضل الاختيارات اللي انت ممكن توجه ليها، خصوصا كمان عامل السعر يعني. الشخص مش عايز ايربودز خالص وعايز هيدفونز كده، فانت هيبقى انت عندك اختيارات كتيره، منهم السودو اس دي 1004، منهم السودو اس دي 1102 اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم هنا. وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك شعره اول باول. وما تنساش تشير الفيديو ده مع اصحابك برده عشان نقدر ان احنا نكبر عدد السبسكرايبرز اللي احنا موجودين فيهم. حابب من كل قلبي انك انت تدعي لي، لان الفتره دي انا نفسيا مش احسن حاجه، متلخبط كتير نفسيا يعني. مش عارف، انا ما بحبش اتكلم عن المشاكل دي، او ما بحبش عامه ابقى شخص اللي هو يعني انا هنا بس عشان اكلمك عن التك، مش عشان اسحلك معايا في حياتي الشخصيه او اسحلك معايا في مشاكلي. بس يعني انا بس عايزك تدعي لي في الكومنتس من كل قلبك يعني، ربنا يهون على الفتره السخيفه اللي مليانه تفكير دي. ما تنساش تعمل سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Don't worry about me. I'm fine. Like, I feel like I'm aimlessly wandering, and I'm tired of it. Like, I've been feeling really down lately. I'm not 100% sure why. It's weird to me because things are really good right now, you know? I don't care if I fade into darkness. Like, I don't care. I don't care if people hate my stuff, my content.